السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا ملاح البنات. فيديو جديد كما العادة. الموديل اللي داير البنات ضجة وكنت دايرتها في المسابقة في الصفحة عندي البنات. فيديو بزاف شباب تبعوه وما تندموش وكل شيء سهل وكل شيء واضح ان شاء الله بربي. كثرونا لجام البنات وطلعونا مشاهدات فضلا وليس امرا البنات. اللي عندها اي سؤال اي استفسار تتفضل عندي تكتب لي كومنتير ونجاوبها ما فيش اشكال. هنا البنات القطيفه تاعي راها مثنيه على 4، راني ثانيتها بالطول. كما نعرفوا القطيفه فيها 150 متر في العرض. الطول هنا راني دايره 3 متر، يعني القطيفه هنا عندي راها بالزايد. بون الموديل تاعي هنايا لاطاي 38 البنات. هنا عرض الكتف درت 19، تبعوني مليح. عرض الكتف على 2/2 درت 19 سنتيم. التركيزة تاعي درت 24 سنتيم. ال قولوا لي البنات محيط الصدر، عفوا محيط الصدر درت 88، ومن بعد زدت 1 سنتيم توسيع و1 سنتيم خياطة. زدت 1 سنتيم للاحتياط بيسك علاه الطفلة مولات لاغوب ما نعرفهاش، يعني جائزة راحت لها هذه الولايتها وين تسكن كدا. بون ما نعرفش لاطاي تاعها نيشان. درت 38 لكن زيدت 1 سنتيم توسيع و1 سنتيم خياطة وزدت 1 سنتيم توسيع، صافي يعني زاد 2 سنتيم توسيع صح. هنا طول الحزام البنات درت 38 سنتيم. طول الحزام درت 38 سنتيم. في الموديل هذا ما نحتاجش الخصر ما نحتاجش الحوض. عادي. هنا عنق الرقبة درت 8 سنتيم. هنا الرقبة عندي شوية واسعة البنات، عندي رقبة واسعة. درت الإطار تاعي ندير الخلف هنا نهبط ب 2 سنتيم، ندير تقويرة الخلف. نجيب البيروكي هنايا نرسم حردة الإبط كما توالفنا دايما. ندخل بواحد سنتيم نرسم حردة الإبط تاعي. نورمالمون الفيديوهات تاعي راكم والفتوهم وتعرفوا طريقة التفصيل تاعي بهذه الطريقة. هنا ما زدتش بزاف البنات، لربما يقولوا لي علاه ما زدتيش بزاف، زدتي غير 2 سنتيم. القاطفه تتكسل يعني ما نخافش منها. نهبط ب3 سنتيم في ميلان الكتف ونرسم ميلان الكتف تاعي. عفوا على الازعاج البنات والطريق وراكم عارفين. هنا كوبيت جاتني زبونه وعاودت ريكيبيريت. درت ميلان الكتف تاعي. شنجي ندير هنا البنات هذه الرقبه اللي نحتاجها، هذه هي الرقبه اللي نحتاجها 18 سنتيم على 8 سنتيم. هذا هو الموديل تاع الرقبه اللي نحتاجها. تبعوني مليح، راني دايره نفس الاطار 8 سنتيم على 18 سنتيم. غادي نرسم التقويره هذيك تاع القلب. هذه الرقبه شبه المثلثه، نرسم هذه التقويره. من بعد نزيد نجبد شويه. هنا الرقبه عندي في الموديل واسعه، نزيد نجبد شويه. هنا زدت حوالي 3 سنتيم 3 سنتيم. وسحت في تقويرة عنق الظهر وعاودت رسمت الإطار تاع الرقبة. صافي هنا 8 زائد 3 البنات، صافي راني دايره 11 سنتيم في الرقبة. عنق الرقبة على 18 سنتيم، اسم الإطار تاعي هنا راه 11 على 18 بهذه الطريقة. نظن بلي راه مفهوم. عاودت صححت هنا الكتف بعد اللي وسحت الرقبة. نجي دروك دور المقص. هنا درت تقويرة الخصر ومن بعد ندخل إيفاسي على حساب القماش اللي عندي. قلت لكم البنات 1.5 متر راها مثنية على 4. هنا نبدا بعنق الظهر نقصه هو الاول بهذه الطريقه. نزيد الكتف نجبد حوالي 1 سنتيم
حق الخياطة راه واضح. نزيد في حردة الإبط نجبد 1 سنتيم، ونقص. هذا 1 سنتيم اللي نزيد فيه هو حق الخياطة. نقص هنا تقويرة الخصر، ومن بعد نطلق الإفازي تاعي، نسقط القماش فوالا بهذه الطريقة، ونطلق الإفازي تاعي تدروا حتى اللي يجي على حساب عرض القماش. ندي الطول الكلي تاعي، الطول الكلي هنا تالمولي البنت ما نعرفهاش مولات لاغوب، درته لها 150 متر. هدرت معاها قلت لها اونكا تجيك طويله ولا عليك غير ديري كفه عاديه، تغصي وين تجيك نيشان وديري الكفه تاعك. فوالا نستعمل المسطره ونرسم الإفازي تاعي باش ما نعوش ولا. بون هذه للمبتدئات. البنات حاولوا ديسينيو بالطباشير الخاص بالقماش او اي نوع من الطباشير، وتستخدموا المساطر كل مسطرة لمكانها المطلوب باش ما تعوجوش الخدمة تاعكم. فوالا البنات تعمدت البنات نطول الفيديو باش يكون كل شيء واضح. كنت قادرة ندير له تسريع لكن تعمدت نطوله. هنا البنات الإفازي تاعي طلعت ب3 سنتيم، درت التقويرة تاعي تاع الطول تاع الإفازي. راني نقول لكم الارقام، هي الارقام ماهيش باينه في الفيديو بالشريط المتري، لكن راني نقول فيها يعني بعض البنات راهم يتفرجوا لي فيديو تاوعي وكثر خيرهم متتبعات وفيات، راهم يتفرجوا لي فيديو تاوعي صح البنات ما قلنا فيها والو. لكن من بعد تجي تسالني سؤال، انا تبالي تافه البنات، انا تبالي السؤال اللي تساله تافه، خاطش علاه كل شيء نديره بالوضوح، كل شيء راني دايرته واضح يعني. من بعد تجي تقول لي بلي الرقبه شحال هبطتي فيها، ولا حردة الابط شحال درتي، ولا التركيز شحال درتي البنات. انا كي راني نحط الفيديو راني نحط لكم كل شيء بالتفصيل. هنا شا غادي ندير، غادي نقلع الظهر. شوفوا البنات قاطفه شحال شابه، قاطفه من النوعيه الممتازه. هنا غادي نقلع تحت الظهر تاعي ونقص عنق الرقبه اللي فصلته. هي القطيفه شويه واعره في التفصيل تاعها، لكن غير بالعقل وساعفوها. بهذه الطريقه قصيت الرقبه تاعي. فوالا شوف كي غادي تخرج البنات. طاغوب البنات صراحه 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 في الواقع خرجت بزاف تهبل يا البنات، خرجتها روعه. هنا نجو لي مونش، هنايا نجو لي مونش كيما العاده. القماش تاعي راه 2×4 متر ونص في العرض، 2×4. والطول الكلي ندي طول كم الزبونه عادي. هنا خليت البنات 10 سنتيم باغي ندير المونش تاعي بومبي. درت التركيز تاعي اللي نتحكم باش ندير العرض تاع المونش تاعي. لازم ندير التركيز صحيح، التركيز اللي هو 24 سنتيم. فوالا ديسينيت. نهبط ب 13 سنتيم من الجهة المفتوحة
هنا كنت نخدم غير هكا، من بعد قلت لا غادي ما يفهمونيش نديسيني الخط قبل ومن بعد. هنا هذه النقطه اللي عينتها هي نقطه 13 سنتيم. كما راكم تعرفوا لي مونش تاوعي ديجا راكم ديجا توالفتوا طريقه التفصيل تاعي. نتصل ما بين نقطه 13 سنتيم ونقطه بدايه الكم، نقسم المسافه على 2، نخرج ب2 سنتيم، ندخل ب2 سنتيم، ونرسم تقويره حرده الابط. لكن هنا البنات انا غادي يعني خاصني البومبي. نجي من نقطة المنتصف نرسم خط، هذا الخط اللي رسمته، يعني نقسم المونش تاعي في المنتصف. نجيب البيروكي تاعي، تعلموا كيفاش تستعملوا المساطر تاعكم، ونرسم هذه التقويرة كيما هكا بهذه الطريقة. هذه الزيادة تاعي تاع 10 سنتيم هي اللي دير لي بلي تاع الكم المنفوخ. هنا العرض ما بغيتش نعرض لها بزاف في المونش في الصوره عريض ومحلول، لكن انا هنا ما بغيتش نعرض لها بزاف. ما عرفتش، انا جاتني بيزار عريض بزاف، قلت نديرها لها عادي يجيها اشباب. هنا زدت حق الكفه البنات، زدت 2 سنتيم كفه. هذا هو الكم تاعي. نجي انقص، نزيد راكم تشوفوا البنات، نقص على بعد 1 سنتيم اللي هو تاع الخياطة. في طول الكم نقص على حسب الكفة. نعين منتصف الكم دايما. هنا المونش تاعي جاي البنات مقسوم في الوسط، يعني غادي ندير القصة تاعي طويلة حتى البداية الكم، نخليه حوالي 5 ولا 6 سنتيم. من بعد تفهموا على هدرتها ان شاء الله برك كل شيء يكون واضح لكم بهذه الطريقة. شوفوا كي نفتح البنات المونش تاعي غادي يكون محلول في الوسط. هنا ندير له الكفة، هذا القصة ندير لها كفة من الجهتين، ومن بعد كي ندير له الحرج وكاع نقف له، نخليه يعني محلول، نقف له بثلاثة تاع لي بوين بالبرا والخيط عادي. هنا نجو للصح، ونجو للعمل، ونجو للإتقان، ونجو لآلة الخياطة. هنا عندي تبطين الظهر. لربما المبتدئات تاوعي يتساءلوا يقولك أستاذة ماشي هذه طريقة التبطين اللي قريتيها لنا. نقولكم أنا البنات غير بالعقل وتوصلوا لهذه المرحلة اللي راني ندير فيها أنا، يعني هذه داخلة في الخبرة. كل ما تزيدي تتقني العمل تاعك كل ما تزيدي توصلي لمراحل أحسن وتصحي طريقة العمل تاعك. هذه في الاول على بالي لو كان نديرها لكم البنات تجيكم صعيبه، لكن طريقتكم كمبتدئات هي السهله. نكريونتي المنحنى تاع الرقبه تاعي تاع عنق الظهر.
بهذه الطريقة ونقلب. ومن بعد كما تعودنا دايما نروحوا للحداد ولا المكواة البخارية وشريط الفيزلين هو اللي يديرولنا لا فينيسيون. هنا نجيب الرقبة تاع الامام. هنا الرقبة تاع الامام شوية صعبة في التبطين تاعها. ان شاء الله برك الفيديو يكون واضح لكم البنات. نجي نحط التبطين على الرقبة تاعي باستعمال دبابيس. نحكم ليكوا مع ليكوا والخط المنحني مع الخط المنحني باش ما تتكسليش القطيفة. بون كي في عنق الظهر كي كانت الرقبة سهلة وصغيرة درتها بالخف وشديت القطيفة وحرصت روحي باش ما تتكسليش. لكن في هذه الرقبة من الصعب ومن المستحيل تتحكمي فيها، لازم لك الاستعانة بالدبابيس. ما تقوليش راني محترفة ما نستعملش دبابيس، لا، دبابيس هما اللي يخرجونا العمل متقن. نجو هنا البنات نخيطوا على بعد 0.5 سنتيم. هنا في الرقبات البنات نصيحة ما نخيطوش على بعد 1 سنتيم، غادي ناكلو من الرقبة بزاف، ندخلو 1 سنتيم بزاف. 0.5 سنتيم مليح، لا اكثر لا اقل. واللي ما تعرفش ديسيني الخط تاعها، راني نهضر على المبتدئات، ديسيني الخط تاعها قبل ما تخيط، قبل ما تروح لآلة الخياطة. نجو هنا لكوان البنات وندورو ونكملوا المنحنى تاعنا. هنا في هذا الرقبة شبه المثلثة المنحنى تاعي هو اهم شيء. المنحنى والكوان تاع الوسط هما اهم شيء. هنا رقبة نوعا ما صعبة على المبتدئات. نزيد نهضرها ونعاودها البنات علاه راني نطول لي فيديو تاوعي، مانيش ندير تسريع على جال المبتدئات تاوعي. قالك استاذه ما ديريناش تسريع، حطينا كل شيء بالتفصيل باش نفهمو اكتر واكتر واكتر. اللي جاها الفيديو طويل كاينه امكانيه التسريع، سرعي الفيديو تاعك وتفرجيه في اقصر مده ممكنه. نجي نكريونتي هنايا البنات، ناكد على ليكوان والمنحنى تاعي كيما راكم تشوفوا كيفاش راني نكريونتي ليكوان، ناكد عليهم غايه الغايه باش كي نقلب يجيني الكوان بارز، يجيني يعني شباب. ونوضح لكم حاجه البنات من هذا المنبر ومن هذا الفيديو، وان شاء الله برك تتفهموا. القناه على بالي بلي راني ظلمتها ومانيش نحط فيها بزاف نظرا لضيق الوقت، نظرا لضيق الوقت. كيما نعرفوا البنات لاتولي فيه الخدمه وفيه التعب. الله غالب كيفاش الله غالب يعني التصوير نقد نصور، لكن التصوير راني مغبونه فيه. علاه البنات دوك تكوني تصوري حتى تدخل زبونه ولا يدخل زبون، تجي تبغي تكملي لازم تعاودي هذاك التصوير واش درتي فيه وين حبستي واش هضرتي واش درتي، تعاودي تاني تكملي. كي تجي في المونتاج كذلك لازم تلقاي وقت تاع صمت باش تقدي تمونطي غايه والصوت تاعك يكون واضح والفيديو تاعك يجي مريقل ما يجيش فيه اصوات مزعجه. فهمتوا البنات؟ يعني نظرا لضيق الوقت
ضيق الوقت بالقوة. هنا حددت عنق الظهر تاعي بهذه الطريقة. نجيب لا فيزلين ولا شريط الفيزلين، هذه مرحلة مهمة. كاين اللي تقول لي استاذه علاه ما ديريش لاطوال كولونت؟ البنات لاطوال كولونت نجم نديرها، ماشي ما نجمش نديرها، لكن انا نفضل نخدم بشريط الفيزلين. تجي مام بشريط الفيزلين تجي خدمتي واقفه، وراكم جربتوها وتعرفوها كيفاش دايره. هنا البخار مهم في القطيفه، هنا البخار مهم. اللي ما عندهاش مكواه تاع البخار ما تريسكيش في القطيفه، بيسك الحداد تاعها كي يسخن يلصق. هنا راني فيريفي لا لصقت ولا لا. عفوا. هنا نجي الرقبه تاعي هنا تاني في المكواه. الرقبه تاعي تاني شويه صعبه، لازم نريقلها مليح، نخرج المنحنى، نخرج هذاك البومبي مليح باش تخرج لي لا فينيسيون شابه. ونحدد غير بالعقل كي نعرف روحي، نعرف روحي شديت لا فورم تاع الرقبه بالحداد، عاد نبدا ندير في لافيزلين. ما نروحش ندير لافيزلين وانا مازال ما حددتش، مازال ما شديتش الرقبه تاعي ولا فورم تاع الرقبه تاعي نيشان. لافيزلين خلوها هي التاليه، ما خسرتي والو. على بالي بلي تدي شويه وقت، لكن مع الوقت تحتار فيها. راكم تشوفوا البنات، غير تحديها توقف الروح. فوالا. هنا نقص الزايد تاع الطبطين تاعي باش ما يجينيش. دروك نجيب لا فيزلين ولا شريط الفيزلين ولصق كيما العاده وكيما راكم توالفتوا طريقتي في العمل. سمحوا لي البنات على الاصوات المزعجه، الله غالب. الله غالب ما عنديش كيفاش ندير، نقول زعما ندير المونتاج الصباح. الساعه لا، في اي وقت تلقاي معليش. لصقت الطبطين تاعي هنا صافي، ما راه عندي حتى اشكال. شوفوا الرقبه كي تخرج، وبشريط الفيزلين تاني البنات تجي الرقبه واقفه وما تخافيش عليها، تجي بزاف شابه. شوفوا الطريقه. هنا نقص الزيت تاع الطبطين. هنا قلت لكم نروحوا لآلة الخياطة، نلصقوا الكتاف مع بعضياتهم
دايما نفس العمل ونفس الطريقة كما توالفتوني. نذكر البنات بالنسبة للدورة التكوينية حضوري راها تسجيلات مفتوحة في ولاية بالعباس ولاية معسكر، والتسجيلات راها مفتوحة أيضا في الدورات أونلاين. اللي مهتمة باش تتعلم نقول لك تفضلي مرحبا بيك. الدورة أونلاين مازال التخفيض راه مستمر مدة 3 أشهر مكثفة. مرحبا بكم البنات كاملين، اللي عندها سؤال اللي عندها استفسار فيما يخص الخياطة تتفضل. بيت نهضر على واحد الكومونتير وصلني في القناة هنايا البنات. كومونتات لي وحده قالت لي باللي استاذة الماشينه تاعي شريتها جديده وتبلوكات لي كيفاش ندير. شوفي حبيبتي، بغيت نقول لك يعني وسمحي لي على هذا الجواب، تعرفوني البنات راكم البنات كامل يعرفوني باللي صريحه. شوفي حبيبتي، انا واش نقول لك باللي الماشينه مادام تبلوكات لك انا مانيش صانع، انا مانيش ريباراتور تاع لي ماشين تاع لي ماشين كودر صح. تسقسيني على البرا نجاوبك، تسقسيني على طريقه تعميره الخيط نجاوبك، تسقسيني على مشكل في الريغلاج نجاوبك، تسقسيني على الاقمشه نجاوبك، تسقسيني بون. لكن تسقسيني على عطل في ماكينه الخياطه انا نقول لك من هذا المنبر مانيش ريباراتور تاع لي ماشين. دونك انت مادام تبلوكات لك انا كي ندير نعرفها على التبلوكات، فهمتيني يا البنات؟ لازم كل وحده فيكم تكون مستوعبه اش راها تهدر، فهمتوني؟ دوك كي تسالي سؤال استوعبي اش راكي تهضري. انا من هذا المنبر نقول لك بلي روحي دي ماشينتك مادام شريتيها جديده راها بلا غارونتي، هضري مع مولاها اللي شريتيها عليه، لربما تكون فيها ماس، لربما ما عرفناش شو المشكل تاعها. لكن هذا المشكل يكون عند ماشي عند الريباراتور ومشي عند الخياطه ومشي عندك انتيا. هذا المشكل يكون عند اللي شريتيها عليه. مادام راكي تقولي بلي لا ماشين راها جديده نورمالمون راها بالغارونتي. هنا البنات نجي ندير الكفه لي مونش تاوعي كيما فهمتكم، كفه عاديه كفه صغيره، نوصل للكوع وندور عفوا ندور نكمل الكفه تاعي الصغيره بهذه الطريقه. نتمنى كل شيء يكون واضح. في هذه المراحل بالذات ما نبغيش نسرع الفيديو، نبغيكم تفهموا هذيك مين جات وهذيك كيفاش درت لها، كيفاش ثنيتها، كيفاش خيطتها، كيفاش كون فاهمين البنات. يعني اللي تهضر لي وتقول لي بلي الفيديو تاعك طوال راكي ظالمه نفسك، ماكيش ظالمتني انا، راكي ظالمه نفسك. بالعكس كي نديره لك كيما هكا ويكون طويل ومفهوم عليها لي تفرجيه اليز تفهميه غايه. كي نديره لك مسرع ما غادي ما تقديش مهما عاودتي ما تقديش تفهميه. ان شاء الله برك البنات يكومونتيو لي على هاد الهضره الا راني صح ولا راني غلطه. طلعونا مشاهدات البنات وكثرونا لي جام لي فيديو طلعوا بلي جام البنات. القناه ما راهش باقي لها بزاف ساعات مشاهده وتتفعل، كيما تفرحوني نتوما حتى انا نفرحكم ونحط لكم لي موديل الصعبين ونحطهم لكم في لي فيديو شرح يعني تفهموهم باسهل طريقه. ونحط لكم ثاني لي موديل اللي راهم طوندونس ثاني، يعني راه عندنا بزاف لي موديل السنه ان شاء الله. راها الخياطه كل يوم يبان موديل وراها الله يبارك ما شاء الله. غير لما بغاتش تحط راسها واللي ما بغاتش تتعلم. ها راني درت الكفه البنات للفتحه اللي درتها للطول، ودرت الكفه تاع المونش تاعي من تحت تاع هنا المونش على المونش هنا راني دايره تاع 3 كار.
هنا المونش مانيش دايرته طويل، اني دايرته 3 كار، حوالي 38 سنتيمتر 3 كار. جينا للمرحله المهمه. عرفتوا علاش نبغي نطول الفيديو وعلاش نبغي جينا للمرحله الصعبه والمهمه. نورمالمون هذا الفيديو تاع الحرج نورمالمون يجي فيديو وحده، عنده مشاهدات روحه وعنده اللجام تاعه وحده وعنده شرح مفصل ليه وحده، لكن انا ما بغيتش نهرب لكم من الفيديو الاصلي تاع لاغوب هذه. بغيت نعت لكم كيفاش من الأ للزد، كيفاش نخدمت من الأ للزد. صاي البنات، ماشي نحط لكم الفيديو تاع لاغوب ومن بعد نقول لكم روحوا حوسوا على الفيديو تاع الحرج، راه في القناه. صاي البنات، نجو هنا بسم الله على بركة الله باستعمال الكولا ولا لاكول تاعي بي 7000. كاين البي 7000، كاين بي 6000، كاين البي 8000. البنات كل وحده وتخدم كيفاش، يعني بالكولا اللي تساعدها والكولا اللي تقنعها. انا البي 7000 هنا نخدم بها تلصق لي لي ستراس. البنات لي ستراس ما نزيدش نحوس عليهم ما يطوروش، لكن في الحجرات في الدمعات ولا في اللوزات ولا لازم نعاود بالبرا والخيط. لازم هنا نلصقهم كاع بالكولا ومن بعد خليها تنشف مليح وغايه الغايه، من بعد نعاود ندور عليهم بالبرا والخيط حبه بحبه، كاع نثبتهم بالخياطه. الكولا عارفه روحك كيفاش تحطيها، حطي غير خط على حساب لي ستراس تاعك، ماشي تجي تعومي القطيفه تاعك طاشيها ومن بعد تقولي يا شو الحل راني طاشيت القماش تاعي بالكولا. صاي تجيبي لي ستراس تاعك بهذه الطريقه، تثبتيه غير بالعقل. كيما نعرفوا الكولا هذه تطول باش تنشف، يعني غادي تساعدك غايه الغايه باش تخدمي لي ستراس تاعك بالعقل، ما تخافيش منها، تدي وقت باش تنشف الكولا هذه. راكم تشوفوا راني نحط ومن بعد نثبت، نضغط عليها باش نثبتها، في نفس الوقت نعس لي ستراس تاعي باش ما يدوروليش ونحطو نيشان. شوفوا البنات عند الكتيف كيفاش درت، شوفوا الطريقه اللي درت بها. نتمنى يكون الفيديو واضح. يعني عندي منحنى عند الكتيف سهل، ما يحتاج باش نقص الاستراس ونعاود نكمل، لا غير تما وثنيتهم درت منحنى صغير وكملت. راكم تشوفوا كيفاش راني نثبت فيه. كان حاجه نوضح لها البنات، ما تجوش تسقسوني تقولوا لي شحال درتي من متر لي ستراس وشحال درتي من حبه تاع حرج وشحال درتي. كل وحده وكيفاه، كل وحده واش تبغي دير. راكم تشوفوا راني نخدم بالبوبينه عفوا والحجرات راني نخدم بالساشيه بالباطا، يعني مانيش شاريه بالحبه. انا عندي سلعه جمله نخدم ديريكت، يعني ما حسبتش شحال من حبه دخلت لي ولا شحال من الميتراج تاع لي ستراس. صاي البنات، هنا نصيحه، هذا الحرج وهذا لي ستراس وهاد الصوالح ما تشروش بالميتراج، شرو بالجمله احسن.
ما ينقاملكمش غالي. هنا بالنسبه لاكولير نورمالمون لا فوتو الاصليه هي بالغوج، لا فوتو الاصليه في الغوج. هنا سقسيت الزبونه تاعي قلت لها عندي قطيفه نوار وعندي قطيفه الغوج، شنو ندير لك؟ قالت لي دبري راسك. هنا بكل صراحه نهضرها بكل صراحه، واذا راها تسمع فيا تكمونتي. قالت لي دبري راسك، كي الغوج كي نوار في زوج شابين. جيت انا داك الموديل راه طوندونس بالغوج، بغيت نسييها في النوار. صراحه البنات بغيت نسييها في النوار، كيما نعرفوا كاع لي كولير يخرجوا شابين في النوار. شادرت جيت درت القطيفه في النوار ودرت الحرج تاعي، درت حبه في القرونه وحبه في الوجه وحبه في الدوري كما راكم تشوفوا. درت حبه في القرونه، حبه في الوجه وحبه في الدوري. تبعوا مليح. حبه سمحوا لي البنات هنا تكوبا لي الفيديو عاودت المونتاج. بون كيما فهمتكم قلت لكم باللي حبه في الغوج وحبه في القرونه وحبه في الدوري بهذه الطريقه. البعد ما بين الحجرات درت حوالي 4 سنتيم. البعد ما بيناتهم درت حوالي 4 سنتيم. ما بغيتش نديرها بزاف شارجي وما بغيتش نديرها بزاف خفيفه، يعني درت وسط، ما معمره بزاف ما خاويه بزاف، نص نص. عفوا. اللي جاه الفيديو طويل تسرعه البنات، هدرتها ونعاودها. لاكول تاعك ديري غير نقطه قد ما تثبت الحبه، غير قد ما تجمد الكولا تاعك، ومن بعد غادي تعاوديها بالبرا والخيط. ما تكثريش الكولا باش ما طاشيش القماش تاعك. نورمالمون البنات الفرق راه واضح، حبه قرونه حبه غوج وحبه طوري. والله صراحه في الواقع خرجت بزاف تهبل البنات، صراحه خرجت بزاف شابه وفرحت بها مولاتها صراحه. تلبسها بالصحه والهنا ان شاء الله. هي والله صراحه البنات كي الفيديو كيكون طويل حتى في المونتاج يعيني. راكم تشوفوا راني نخلي بعض الاحيان يكون الفيديو صامت ماني نلقى ما نهضر، بصح معليش هكا ومعليش باش يفهموا البنات ويفهموا متربصاتي والمبتدئات تاوعي والمتتبعات الوفيات. نقولهم شكر لكم خاص. القناه راها تطلع بكم، الصفحات راهم يطلعوا بكم. كل من الله تدعي لي ربي بالتوفيق وبالصحة. نقول لك شكرا ليك، ربي يحفظك ولك بالمثل. والبنات كي نشوف لي كومونتير تاعكم وما نجاوبكمش، بصح راني نديرلكم قلب، يعني باللي الكومونتير قريته. هذه اللي ضيق الوقت، هذه كي ما عنديش الوقت باش نشد التليفون ونكومونتي نرد لكم على لي كومونتير تاعكم الله غالب، لكن كي نلقى الوقت كامل راني نرد عليكم كاملين. في الصفحه تاع بن فريحه خيره، الصفحه تاعي الشخصيه، البنات بزاف اللي ندير لهم جام على لي كومونتير تاعهم باللي زعما راني قريت الكومونتير، لكن ما عنديش الوقت باش نريبوندي. ماشي تحسبوني البنات مانيش نريبوندي عليكم، لا بالعكس. هنا البنات كيما درت هاد لوتور نكمل لوتور اللي ملهيه في الجنب الاخر.
هنا نجي للصدر، وندير الحرج تاعي غير بالعقل. شوفوا البنات هنا راني ما ركبتش صح القنطوره تاعي ولا لاغوب تاعي، راني قفلت لها الكتاف. لي مونش تاعي درت لهم الكفه تاع الطول مع الكفه تاع عرض الذراع ولا عرض المونش تاعي، لكن ما ركبتش لي مونش في لاغوب تاعي صح. علاه؟ باش الحرج تاعي كي نخدمه اليز. كي نركب لي مونش في لاغوب ما نقدرش ندير الحرج اليز، يغبني شويه. ركبته خليته نشف غير بالعقل ومن بعد كي نشف درت عليه قاع صاير داير بالبرة والخيط، قاع ثبته. من بعد قاع فينالمون ركبت لي مونش تاوعي وقفلت لاغوب تاعي ودرت لها الكفه تاعها وخدمت لها الحزام تاعها، وصلت على النبي. غادي نخلي لكم الفيديو هنا يكمل صامت. البنات شوفوا طريقه الحرج، اللي بغات تسرعه نورمالمون راها باينه. بون البنات هنا سرحت لكم الفيديو باش ما تملوش مني، وان شاء الله برك ما يكون حتى ملل. البنات هنا الافاده لكم ماشي ليا، دائما ديروها في لسانكم مليح مليح. نستسمحكم عذرا البنات، ونطلب السماح منكم خاطش علاه نظرا لضيق الوقت، وكنت واعده الزبونه تاعي نبعثها لها في هذاك النهار، ما قدرتش نصور لكم لي مونش كيفاش ركبتهم وكيفاش قفلتها وكيفاش درت الكفه وكيفاش خدمت الحزامه. البنات سمحوا لي بقوه، لكن وعد مني راه عندي موديل واحد اخر وفي الشباب هو تقريبا كيف لكن لي مونش يختلفوا وفيه الحزامه تاني. هو نعت لكم كيفاش تخدموا الحزامه وكيفاش تركبوا لي مونش. سمحوا لي البنات، فيديو بزاف شباب، مهما كان طويل الافاده لكم دائما نعاودها لكم. البنات حطوا لسانكم وتعلموا الخياطه ودوروا الحرفه في يدكم. البنات الدراهم يكملوا ما ديروا لهمش حسابات، لكن الحرفه تقعد. والحرفه ناس بكري شي يقولك الا ما غنات تعيش، يعني تكسبك قوتك اليومي، ما تغنيكش بصح تكسبك قوتك اليومي. البنات هذا هو الصدر تاعي بالحرج كيفاش خرج شباب. البنات خليتها نشف مليح غايه الغايه هو لي مونش، وعاودتهم بالبرة والخيط. هذا هو هذه هي النتيجه اللي نفرح لها انايا. الموديل تاعي في المانكا بزاف شباب شوفوا البرة والخيط. البنات خليتها نشف قلت لكم وعاودت بالبرة والخيط. ركبت لي مونش، خدمت الحزامه. الفيديو جا بزاف عفوا الموديل جا بزاف شباب. البنات في النوار جاي يهبل، وكي تلبسه لمولاته وتزيده المكياج الله يبارك ولا كوافير وكاع والحطه والقالب غالبه، راكم فاهميني. البنات فيديو بزاف شباب، نتمنى لي لايك البنات ومشاهدات اعلى واعلى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.